بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مما دل عليه القرآن أن العمل الصالح ذخر لصاحبه وموئل كريم للقائم به. قال ربنا جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبين جل ذكره أن الكافر والمقصر لا يتحسران على شيء حال موتهما وعند مقاربة الأجل من تحسرهما على أنهما لا يستطيعون أن يعملوا صالحا. قال ربنا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فالعمل الصالح به بعد رحمة الله جل وعلا نجاة العبد. وجماع الأعمال الصالحة ثلاثة: أعظمها وأجلها أن يسمع المؤمن المؤذن فيجيبه، فإن ترك المؤذن دون إجابته من دلائل قسوة القلب ومن دلائل حرمان الله لذلكم العبد، ومن دلائل أن ذلكم العبد لم يفقه بعد نعمة الله جل وعلا عليه. قال الحسن البصري رحمه الله: من لم يرى لله عليه نعمة إلا في المطعم والمشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. فإجابة المؤمن للنداء من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. والثاني من جماع الأعمال الصالحة بر العبد لوالديه، فإن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه: أن اشكر لي بالعبادة ولوالديك بالبر. وقال وهو أصدق القائلين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحق الوالدة أوكد وأعظم وأجل. قال ربنا جل وعلا: حملته أمه وهنا على وهن. وعند أبي داود في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوما في حلقته فجاءه رجل فقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنني خطبت امرأة فأبت أن تقبلني، ثم خطبها غيري فقبلت، فقتلتها لما أصابني من الحنق عليها. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا هذا، ألك والدة؟ أي والدتك حية؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، أكثر من الاستغفار وازدد من الأعمال الصالحة. فلما خرج ابن عباس من مجلسه تبعه عطاء أحد تلاميذه فقال له: يا ابن عباس، أراك سألت الرجل عن أمه. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة. والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله من بر الوالدة. وهذا كله ظاهر آثاره ودليله في القرآن والسنة. وثالث ما يجمع الأعمال الصالحة صلاة الرجل في جوف الليل الآخر، فإن الله تبارك وتعالى قال: وقوله الحق: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ثم تلا آية السجدة. فإذا وفق العبد أن يجيب النداء إذا سمعه
ويبر والديه ويكون له حظ من قيام الليل فقد جاء بجامع الأعمال الصالحة، ومن زاده الله جل وعلا من فضله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.